السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كترحب بكم قناة مطبخ أم يمينة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوة دوازتاي اللي سهلة واقتصادية، حلوة الطبقات ديال زمان بشكل مختلف. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك الفيديو باش تعم الفائدة، وشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الوصفة ديال اليوم غادي نحتاجو فيها 5 ديال البيضات، عندي ليمة أو برتقالة تكون مبشورة أو محكوكة، ملعقة ونصف من الكاكاو المر، عندي ساشية ديال الفاني، زوج خمارات كل خمارة الوزن ديالها 7 غرام، وعندي كاس زيت نباتية، وعندي كاس من سنيدة أو سكر حبيبات، وعندي الدقيق على حساب الخليط. غادي نوضع البيض هو الاول، وغادي نضيف عليه ساشي ديال الفاني، وغادي نضيف سنيده والقشره ديال الحامض او البرتقال اللي كان متوفر، والخمارات غادي نخليهم جانبا حتى كنضيفهم مع الدقيق، وغادي نضيف واحد القرصه ديال الملح لتصحيح الذوق فقط، وغادي نخلط المكونات حتى كينسجموا بعضياتهم، وحتى كنحس السنيده حبيبات باللي ذابت. كنبقى نخلط مزيان مزيان كما كتشوفوا، وغادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه. اللي ما عندهاش كاس ديال العنبه غادي تعبر 150 غرام ديال الزيت نباتيه مع 150 غرام ديال السكر سنيده او حبيبات. صافي هنا كما كتشوفوا ضفت الزيت، كنبقى نخلط حتى كتبقى تبان لي الزيت اندمجات مع الباقي مكونات. يعني كما كتشوفوا انا ما نضيفش الدقيق حتى كندمج الزيت مع البيض والسكر سنيده. صافي غادي نضيف هنايا الدقيق وبشويه بشويه، وغادي نضيف الخماره ديال الكاطو. بالنسبه للدقيق هاد الكميه هذه غالبا ندخل فيها 600 غرام حتى ل 640 غرام ديال الدقيق. دائما الدقيق كيبقى على حساب النوعيه ديال الجوده ديال الدقيق. وصافي غادي نجمع العجينه ديالي، خاصها ما تكونش قاصحه وما تكونش كتلصق، يعني خاصها تكون رطبه. صافي غادي نجمع العجينه ديالي مزيان. صافي على ما عجنت العجينه ديالي غادي نقسمها على جوج كما كتشوفوا. صافي وحده غادي نخليها غير هكا بيضاء، وحده غادي ندير فيها ديك المعلقه كبيره ونص ديال الكاكاو المر، وضروري ما ديرها في البلاستيك الكره الاخرى. وهذه غادي ندخل فيها ديك المعلقه ونص ديال الكاكاو، وغادي ندلكها مزيان حتى تدخل ديك المعلقه ونص ديال الكاكاو. غادي نجيب الكره البيضاء، غادي نقسمها على 4 ونسرحها بالدلاك، وخاصها تكون رقيقه البنات ماشي غليظه، وغادي نقسمها على شكل دائري. كما كتشوفوا غادي هنايا غادي نحيد دوك الزوائد. هنا العجينه اللي كتشيط لكم كنديرها في واحد بلاستيك غذائي، غير باش ما تنشفش وكتقساح وكتعذبكم في الخدمه، كتبقى تفرتت. ضروري ما كديروها في البلاستيك. وصافي كتبقاو غاديين كتخدموا حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. وغادي نسرح العجينه اللي ضفت فيها الكاكاو المر حتى هي غادي نسرحها تكون رقيقه باش الحلوه ما كتجينيش غليظه. كما شفتوا العجينه فيها الخماره غادي تزيد تنتفخ،
وباش كنحصلوا على واحد الحلوه كتجي هشيشه ورطبه. وغادي نطبعها كما شفتوا الاولى. وضروري ما كتبقاو ترشوا الدقيق باش ما يلصق لكمش في سطح العمل. صافي غادي نمشي بنفس الطريقه ديال الاولى، وغادي حتى هذه نطبعها دواور كما درنا في الاول. صافي هنا كما كتشوفوا وضعت العجينه الاولى وكنعاود نحط عليها العجينه الثانيه وكنقادها وكنزيد العجينه الثالثه، يعني كندير 3 ديال الطبقات وهنا كنقادها مزيان. صافي هنايا غادي نقسمها على 4، غادي تشوفوا ها هو كنقسمها على 4 وغادي نعاود نحط المثلث على المثلث وغادي نضيف عاوتاني المثلث على المثلث الاخر بحال نصف على نصف. صافي غادي نولي نقطع عاوتاني داك المثلث على جوج. صافي وكنقلبه وكنعاكس داك المثلث مع المثلث الاخر كما كتشوفوا ها هو راه واضح، وكنشد في الجناب وكنقرص مزيان باش ما يتحلش في الفران. كما كتشوفوا كنشدوا داك الجناب دياله هكا باش تجينا على هذا الشكل حلزون ولا بحال هذا الشكل هذا. مهم كما كتشوفوا ضروري ما تزيروا في الجناب. ها هو كنولي نعاود نقسم المثلث الاخر كما كتشوفوا. لاحظوا كنقلب المثلث وكنعاكسو وكنولي نزير في الجناب ديال المثلث، كنقرص ها هو في الجناب كنزير كنقرص بحال اللي كندفع الوسط. صافي نحصل على هذا الشكل هذا ديال هاد الحلوه. هذه كتجي هشيشه وتجي رطبه وكيجي الشكل ديالها راقي وبسيطه ومختلفه على المعتاد. ها هو كما كتشوفوا كنقسموا العجينه على 4 وكنضيفوا المثلث على المثلث الاخر ها هو، وكنوليو داك النص اللي قسمناه نوليو عاود نقسموه وكنوقفوا المثلث وكنوليو نوقفوا المثلث الاخر ونخالفوه ونقرصوا مع الجناب وبحال اللي كان ندفعوه للوسط. الاهم حاجه هو كتجي هاد الحلوه كتجي بنينه بنينه بزاف وكتجي سهله في الشكل. بالنسبه للطريقه ديال الطياب كنسخن الفران من قبل، ومن كندخل لاطه الفران خاص العافيه تكون قليله. كنطيبها على 150 درجه وكنخليها حتى كطيب وكتحمر. عاد كنخرجها كما قلت لكم العافيه تكون مهيله لان الا جهدتوا الفران ما غاديش الحلوه ديالكم طيب من الداخل. ومن تخرجوها من الفران خليها حتى كتبرد عاد زينوها. صافي على ما بردت لي الحلوه عندي هنايا مربى ديال المشماش خاصه بالحلويات ديك الخفيفه، وعندي شويه ديال نواه كوكو. صافي غادي ندهنها كامل ديك الحلوه ديالي وغادي نغطس هكا غير الجناب نواه كوكو، يعني غير نزين هكا في الجناب وصافي. صافي وغادي نمشي بنفس الطريقه حتى كنكمل الكاطو ديالي. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما كملت التزيين ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليوا لي تعليق، وشكرا لكم على المشاهده. الى الوصفه القادمه بحول الله.